ليه حاسس ان وقتي كله بيروح في الشغل ومش عارف انجز اي حاجة ولا عارف اعيش؟ وازاي انظم وقتي ما بين الشغل وبين حياتي؟ فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. بنصحى الصبح بدري بنجري على شغلنا ونرجع تعبانين ومش لاحقين نعمل اي حاجة لنفسنا، وبنيجي اخر اليوم نسأل هو احنا يومنا راح فين؟ المشكلة الكبيرة يا صديقي ان في ناس شغلهم بياكل يومهم كله، بس الحقيقة ان المشكلة مش في الشغل نفسه. اوقات كتير بتكون المشكلة في إدارة وقتنا. معظم الناس فاكرين ان إدارة الوقت ان انا امسك نوتة واكتب مواعيدي، لكن الحقيقة الموضوع غير كده تماما. تنظيم الوقت يا صديقي هو إدارة الأولويات، وانك تعرف أولوياتك ايه في يومك. لما تيجي تبتدي يومك ابدأوا بحاجتين اتنين: ايه اللي لازم يتعمل النهاردة ضروري، وايه اللي ممكن يستنى لبكره. لو لقيت ان كل حاجه مستعجله يبقى مفيش حاجه مستعجله. كمان لازم تتعلم تقول لا في اوقات معينه. مش اي حد يطلب مننا اي حاجه نقول حاضر ونعم، حتى لو ده معناه اننا نحرق نفسنا. واوعى تنسى يا صديقي وقتك الشخصي اللي بتقعد فيه مع نفسك، حتى لو نص ساعه في اليوم. ده بيفرق جدا في طاقتك ومودك ويخليك تقدر تكمل. تنظيم الوقت عمره ما كان رفاهيه، ده طوق نجاه. وكل ما تنظم وقتك وتدير أولوياتك صح هتعرف تلاقي وقت تستمتع بحياتك، مش لشغلك بس. أشوفكوا على خير.